أهلا وسهلا بيكم متابعين قناة حكايات ميرو في حكاية جديدة وحلقة جديدة. الحلقة دي جايين نتكلم عن الإعلان الرسمي لموسم الرياضة 2024. نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية الإعلان الرسمي لموسم الرياض لعام 2024، وظهر فيه النجم أحمد عز ونجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. وظهر أحمد عز في بداية الإعلان وهو يجلس على كرسي وبيتابع الحضور في موسم الرياض، لتقع عينيه على كريستيانو اللي بيلعب كرة القدم وبيشوط الكرة ناحية عز، ويستعرض الإعلان نشاطات مختلفة المتواجدة في موسم الرياض من مصارعة التسويق وبيت باربي وقلعة ديزني. أكد المستشار تركي آل الشيخ من قبل إن أحمد عز ليه مكانة كبيرة بالنسبة له، قائلا بذل معانا مجهود ضخم في موسم الرياض وجولة المملكة وتعب معانا كتير، ونحن نقدر ما يقدرنا، وتم تنصيبه وجها وسفير لموسم الرياض في الشرق الأوسط مع كريستيانو رونالدو سفير الموسم في أوروبا. وينتظر النجم أحمد عز بداية تصوير الجزء الثالث من فيلمه الشهير أولاد رزق اللي بيشارك في إنتاجه هذا العام موسم الرياض بمبلغ يصل 3 ملايين دولار، على أن يبدأ تصويره في ديسمبر المقبل بمشاركة عدد كبير من النجوم، وبيكون من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني، المقرر عرضه في 2024. وأضاف تركي آل الشيخ قائلا سيتم تصوير جزء من الفيلم في مدينة البولي فرد، وسوف يعرض في دور العرض السعودية غير مميزات تسويقية واتفاقات تفضيلية مع دور العرض السينمائية. فيلم أولاد رزق من بطولة النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وكريم قاسم ومحمد لطفي وآسر ياسين وسيد رجب ونسرين أمين ومحمد ممدوح وأحمد داوود، وإخراج طارق العريان، وعرض منه جزئين. الجزء الأول كان عام 2015 والجزء التاني في سنة 2019. وبكده الحكاية بتاعتنا هتكون خلصت. أتمنى منك متنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت لسه جديد عشان يوصلك كل جديد.